اسره كام هنحكيها زي القصه كده. اسره كام وكام؟ قلنا عصر الدوله الوسطى، اسره 11 و12، ودي كلها مشروعات. تعالى نقول ملوكها. منتو اتنين كان حاكم على الوجهين. اول حاكم على طيبه جمل وعمر طيبه، طارد ملوك اهناسيا ورجع السلطه لناسا. اهتم بالجنوب فعمل رحله تجاريه لبلابونت انت وهي عبر الصحراء مش النيل، خليكم فاكرين ده اول واحد. تمام. طب قلت بعده يجي مين؟ امنمحات الاول اسس اسره 12 مش 5 ولا 11. عمل ايه؟ عمل دوله قويه كان فيها استقرار، نقل العاصمه من طيبه لأستاوي يا كوبار، وهي القابضه على الارضين واخضع لسيطرته حكام الاقاليم. طرد الاسيويين من ناحيه الشرق، وعمل حصون على الدلتا لحمايه مصر من الغرب، ووسع حدوده الجنوبيه للجندل الثاني. قلنا تعالى على سونوسرت. سونوسرت الثالث امن حدود وعمل الحصون. قمنا وسمنا عند الجندل الثاني يا امور، وحفر قناه سيزوستوريس لربط البحرين عن طريق نهر النيل. عن طريق نهر مين؟ النيل. بعد سونوسرت مين؟ امنمحات الثالث، صح؟ قلت امنمحات الثالث استثمر موارد مصر. 24 بعثه لاستثمار معادن احجار من سينا يا شطار. عمل ايه؟ اهتم بالزراعه فعمل سد اللاهون عشان يعمل ايه؟ يخزن المي ويحمي من المجاعه والتوسع في الزراعه. وعمل مقياس النيل عند الجندل الثاني ليه؟ لمراقبه ارتفاع منسوب مياه النيل. بعديها تيجي بنته الملكه سكنفرو، اخر ملوك ال 12 ومسكت الحكم بعد امنمحات الرابع 4 سنين. معايا خليكم فاكرين. كملت هرم بمهاره، هرم ابوها في هواره. تاني كملت هرم بمهاره، هرم ابوها في هواره. عملت هرم مشهور هلاقيه في دهشور. عملت هرم مشهور هلاقيه في دهشور، ولقبت عليها اسم سك، وسك دي يعني ايه؟ قوه. قلت بعدها ضعفت الدوله عشان شويه صراعات، جم الهكسوس احتلوا البلاد. نيجي في الهكسوس حصل عصر اضمحلال تاني. قلت من اسره 13 لحد ال 17. يجوا بتوع ال 17 يا سند يعملوا عصر اسمه الانتفاضه. يظهر فيه 4 شخصيات عندي اللي هم جايين من طيبه، اللي هو مين؟ سكننرع بدأ الكفاح. كاموس نجح على قضاء مين؟ كوش. تاني نجح على قضاء مين؟ كوش. قلت لما عمل قضى على الامدادات اللي كانت بتديها كوش للهكسوس. هي حتب كانت بتشجع مين؟ بتشجع احمس وبتشجع كاموس وبتشجع زوجها. قلنا عندي احمس هو اللي عمل ايه؟ طرد الهكسوس من مصر وطرد كل اللصوص وبدأ دولة جديدة هي الدولة الحديثة. اي مشكلة كده؟ تمام؟ سقفة كبيرة ليه؟ والله بتتفرج. والله